تخيلوا معايا خوتي ان شخص في يوتيوب خارج بالعلالي شاد كلب لقاه ميت في الشارع وداه معاه وصالخو نهار العيد ودار ليه العطريه وعمرو بالبرقوق وبالزبيب على اساس باش يعيد به، لانه قال لك العيد غالي. المشكله ماشي هي هذه القضيه، كبر من هذا الشيء بزاف، لان الجانب الديني والقانوني والحقوقي عندهم راي اخر اللي غيديه ويدينا في طريق اخرى. انا قرب بنينه صاحبي، بنينه رسمه خلوي طبيعي. شوف علاش غنتاكد لكم كثرت البنه اللي عطاه الله سبحانه وتعالى في هذه الحماده. بغيت نقول لكم شنو هو، ولكن ما بحال اللي حرت، واش معزي واش غنمي واش ما سبحان الله العظيم. والله يسمح لينا، الله يدومها نعمه. دابا تاكد بلاتي، انا نقول لكم شنو باش ما يطولش عليكم. اللحم ديالو تبارك الله بحالو بحال الغنمي، ماشي بحالو بحال الغنمي، بحالو بحال المزيك ديال سواسه والله العظيم البرقوق. والله ما كنبغيش نشهيكم، قسما بالله العلي العظيم ما كنبغيش نشهيكم، ولكن راه غالب الله صاحبي. فعلى سبيل المثال المنظمة الوطنية للحماية الإلكترونية تحركت بسرعة وحطات شكاية رسمية وثقيلة فوق مكتب السيد الوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتمارة. الشكاية ما كانتش غير هضرة، بل مطالبة بفتح تحقيق قضائي عاجل في حق بن نسنس. كيقول لك سيدي، أولا الاستهزاء الصريح بالقيم الدينية وشاعرة عيد الأضحى، ثانيا القسوة على الحيوانات، وهذا الشيء اللي كيعاقب عليه الفصل 601 من القانون الجنائي. ولكن وللأمانة تبقى عندنا هنايا مسألة ديال واش لقى الكلب ميت أو هو اللي قتلو عمدا باش يصور داك الفيديو. أما ثالث حاجة هي الطامة الكبرى، التهديد الصريح والعلني. السيد في الفيديو كيعترف أنه ولا عنيف وكيحرض على العنف وكيهدد بأنه غيعض عباد الله في الزنقة، وأنه في أي لحظة يقدر يعض شي واحد. فحنا باش نكونوا محايدين ونحلوا هذا الشيء كامل، اجي نرجعوا لاشنو قالوا اشنو دار بن نسنس من خلال هذاك الفيديو اللي كان حط ومسحوا من بعد. بن نسنس الاخوان قال لك على انه مستقبلا غيفتح مطعم وغيديروا خاص بالمأكولات اللي ما تقدرش المغربي العادي انه ياكلها، بحال والله ما قدرت نقولها. ندوزو هو نشوفوا شنو قال. غادي نحل لكم شي ريستورانطي اللي بغى يجي عندي مرحبا به. عندي لحم الكلاب، لحم المشاش، الفكاري، العقارب، الجزران، اللي بغيتي غيكون. داك الموني يكون عامره بهذا الشيء، راه ماشي اي واحد يجي عندي، ولكن داك الشيء غيكون بنين ونقى وكذا وهذه. شفتوا بيناتنا الاخوان، المشكل ماشي هو هذا، المشكل كاين اصلا في دوك الناس اللي تياكلوا لحم المشاش والكلاب بشكل كبير في الشوارع المغربيه بلا ما تكون في راسهم. اما هذا بعدا على الاقل راه بخاطره. بين أن أحد الموقوفين وهو مالك الإسطبل العشوائي يمتلك محلا للجزارة ومشواة ويتاجر في لحوم الذبيحة السرية بعد خلطها بلحم الكلاب في محله الخاص. قادت التحريات إلى هذا المستودع السري الذي كان سيستقبل البقرتين الهازلتين، ليتبين الأمر يتعلق بالشبكة للاتجار في اللحوم الفاسدة المعدة لتحضير النقانق أو الصوصيص. كاين شي مساخيط بحال هادو كيجيبوا دوك اللحوم الفاسدة اللي خاصها تلاح تيديروهم في الطحانه ديال الكفته مع اللحم ديال الكلاب او المشاش او حتى الحمير، وتيخلطوها لك مع العطريه، وماشي اي عطريه، عطريه قاصحه والتحميره، وتيزيدوا عليهم حتى شي برودويات باش يغمقوا لك على اللون والريحه. ايوا كيسيرفيوها لك العباد الله. الفيديو ديال اليوم درتو باش نهضروا على هادو اللي تياكلوا هادشي في الزنقه حرام، ولكن هما ما فراسهمش، وبين وحدين اخرين اللي تياكلوا الحرام هما بيديهم وتيشوفوهم بخاطرهم. اجي بعدا نسولك قبل ما نبداو، واش اللحم ديال الكلب حرام ولا حلال؟ قبل ما نجاوبوا على هذا السؤال، الا كنتي اول مره كتفرج فيا دير معاك ابوني وواحد جيم وكومونتير زوين بحالك باش نكبروا هذه العائله ونطوروا من هذا المحتوى. لحم الكلاب نجس والكلب نجس ولو غسلناه ببحار الدنيا ومياهها لا يطهر، وأشد منه نجاسة الخنزير. أكل لحم الأسد حرام، أكل لحم النمر حرام، أكل لحم الكلب نشوف يا ترى الكلب أخباره إيه. أكل الكلب عندي حرام لأنه من فصيلة التي له أنياب. أكل لحم الكلاب حرام. المذهب الحنفي والمذهب الشافعي وحتى المذهب الحنبلي رأي الجمهور كيتفق على أن لحم الكلاب حرام قطعا، ولكن المذهب المالكي بوحده والبعض منهم، كنقولوا البعض منهم، نزل هذه القضية من درجة التحريم لشي حاجة مكروهة. ولكن الأغلبية من الجمهور كيقول لك
حرام قطعا. المذاهب الأربعة خوتي كتحرم حتى قتل الكلاب إلا كانوا مسالمين وما تيأذيو حتى شي حد، ولكن قال لك يجوز القتل ديالهم إلا كانوا كلاب مسعورة ولا كتشكل واحد الخطر على الناس. اللحم ديالو اش قال بالنسنس بحالاش؟ اللحم ديالو سبحان الله العظيم بحال لحم الغزال، واخا ما عمرنا ما ذقت لحم الغزال، ولكن راه بحال لحم الغزال. كضحكوا قسما بالله الا كندوي معكم من قلبي، واخا ما عمرنا ما ذقت لحم الغزال، هو راه بحال لحم الغزال. ودابا فهمت تسطى، هو عمرو ما كلا لحم الغزال، ولكن قال لك جاه لحم الكلب بحال لحم الغزال. المهم اسيدي، الفيديو اللي كان لاح اللي كان قال فيه عيط بكلب جبد لي بزاف ديال المشاكل، وهادشي اللي خلى الانظار توجه عليه وكلشي بدا يستنكر هادشي اللي دار لهاد الحيوان. وكاين اللي كيسول سؤال منه اخر، واش بالنسنس فعلا غيدخل الحبس وغيتحكم على هادشي اللي دار ولا لا؟ وقبل ما نوصلوا للجواب ديال هاد السؤال فخليني نقول لك على ان بالنسنس فعلا مسح الفيديو اللي لاح، وهادشي غير في اليوم الثاني، لانه يمكن جاتو شي اخبار ولا حس بشي جهه ولا شي وحدين باغيين يشكيو به ربما، وهادشي اللي خلاه مباشره يحط واحد الفيديو اخر اللي قصير ويكشف فيه باختصار. وصراحه هادشي شفناه وفهمناه من الفيديو الاول. في الفيديو الاول ما بانش لينا على انه هو اللي ذبح داك الكلب، بل لقاه ميت في الشارع. قال والله اعلم على انه كان ضاربه يمكن شي طوموبيل ولا شي حاجه في الطريق. فالمهم اجي نرجعوا دابا من الاول باش نفهموا مزيان. اول حاجه عندنا الجانب الديني. شتي ملي كتشوف شي واحد طيب وكلا ما يسمى بالجيفه، عندنا اللي هي واحد الحيوان اللي كيكون ميت من قبل، شتي غير هذه اصلا بوحدها راه كارثه، والشرع واضح لانه حرم الميته. وهنا بالضبط الاخوان فين كاين المشكل، لانه حنا قانونيا امام جوج ديال المخالفات او ما نسميهم بالجرائم: ترويج لاكل الجيف اللي كتعتبر مساس بالاخلاق الحميده، والتحريض على تعريض حياه الانسان للخطر. وهذا الشيء اللي ممكن يتحاسب عليه، لان القانون المغربي كيعاقب على اي حاجه كتمس بالصحه العامه. وكيف قلنا ترويج لاكل الجيف، اكل الجيف الاخوان كيتعتبر ترويج لاكل مواد سامه وخطيره، زائد انها غير خاضعه للمراقبه البيطريه وتقدر تكون حامله للامراض الفتاكه، على سبيل المثال داء الكلب القاتل والطفيليات. وفي الحقيقه الاخوان الفيديو كتجلى الخطوره ديالو في نشر واحد الفيديو اللي كيوثق عمليه مقززه في الاصل، والمشاهد كانت صادمه، بينما هو شفناه ما مسوقش وكيتغزل بداك المذاق ديالو، كيتلدد لك اسيدي بطعم اللحم ديال الكلب. وهذا الشيء ممكن على انه يتكيف قانونيا كاخلال بالحياء العام ونشر محتوى يثير الاشمئزاز والهلع في صفوف المواطنين والمواطنات. وفاش وقعت الواقعه ديال اكل الكلب خرج وبرر هذا الشيء اللي دار بهذا الجمل او لا بهذا التصريح لواحد المنبر اعلامي مغربي. واش غنقول لك اخويا، دوك الفيديوهات كنرتاح بحال دوك قبل ما ندير لاشين كنت نديرو من راسي، فهمتيني، كنت شديت طوبه كليته شديت قبل ما ندير الفيديوهات كليتهم كاملين، كنوري الدراري وكذا، كنقول لهم شنو كندير شنو كندير، ما كيتيقوش كيمشيو معايا للغابه، ماشي كنصيد الفعه، نصيد نسر، نصيد فهمتيني، عندي جباد وكنصيدهم صافي وكناكلهم، كندير بهم شوايه ولا بحال الطوبه شديتها درت بها طاجين، قصيتها شديت حنش جبدته من الشجره بسنانه وهبطته للارض، مشيت ذبحته وكليته حتى هو نشوي كليت عاوتاني نسر. داكشي ممتع واخا هكاك ممتع، فهمتيني. داكشي علاش كيكون عندنا حنا سؤال اخر فوق هادشي: واش هاد النوع من المحتوى ما كيشكلش شي خطر على الاطفال؟ بالاخص كاين اطفال اللي كيقلدوا اي حاجه كيشوفوها. الحكم ليكم نتوما اللي كتفرجوا وكتشوفوا هادشي، اما حنا ما كنتمناو الحبس لتا شي حد، غير هو الانسان خاصو يفكر ملي يبغي يدير شي عمل خطير بحال هذا، لانه ما سهلش يكون عندك اكثر من 1,000,000 متابع. والمشكل هو انه كاين ناس اللي كيتفرجوا فيك ومباشره داكشي اللي كدير كيحاولوا يقلدوه. خوليو ديالي الاسم ديالها سوزانا، انا مسميها السعديه، مصبغه كنتهلا فيها. الحشاره ديالي صرصور عندي 4 شهور. فاصله نادره من العناكب، سميتها نويان خديتها من واحد الاسم مختصر من واحد الفيلم. نافع بوبريس الله يخليه لي. انا بغيت نريح من النقابه ديال صحاب دبوش، علاش كيسلقوها وهي حيه؟ علاش؟ عطاوني السبب علاش كتسلق هذه وهي حيه؟ نسلقوها وهي حيه، علاش هذه كتسلق وهي حيه؟ واش ما فيهاش الروح؟ تبغي لي نسلقك وانت حي؟ انا مرحومه سوزانا غنسمي الجمعيه على الى تعطني السلطات حقوق ديال الجمعيه. كاين الشباب كيخترع اخترعتي
الطريقه كيفاش تخرج الصراصير من الدار بلا ما يموت ولا لا. اختارتيها اودي غير بلاتي نفكوا بعدا غير قضيه الكلاب، ومن بعد ندوزو قضيه تسرق الزيت والببوش والرتيلات. اسيدي اللي ما فراسكمش هو انه كانوا ما نعرف واش باقي ولا لا. المهم واحد المهرجان سنوي ديال يولين كيدار في الصين اللي من خلاله كيتفتح سوق الكلاب وكيذبحوا الجزار الاف ديال الكلاب. والغريب هو ان بعض المواطنين اللي ساكنين تماك تيقولوا باللي لحم الكلب مفيد للصحه ديالهم، وهذا الشيء خطأ كبير لان القضيه بالعكس. وهذا الشيء اللي خلات جمعيات وناس اخرين مثقفين من بينهم اطباء اللي كيعارضوا هذا الشيء لدرجه انه كاين واحد العريضه اللي تقريبا وصلت ل 11 مليون امضاء حول العالم وتقدمت للسلطات الصينيه باش توقف هذا المهرجان. 我们跟很多当地人交流，这个还很难去说服他啊。但是让我感到更也可以说是可悲吧。 والصين قالت لهم باللي هذا المهرجان توقف في 2014. داكشي علاش قلت لكم ما عرفناه واش باقي ولا لا، لان في الخفاء هو مازال، ولكن ظاهريا كيبان على انه ما كاينش. ولكن المواطنين ديال تماك تيقولوا ليك على انه مازال كنشوفوا الجزاره كيذبحوا الالاف ديال الكلاب اللي مازال كيرتكبوا مخالفات وجرائم اخلاقيه في حق هاد الانواع من الحيوانات. لان الدور ديال الكلب في عالمنا الحالي هو كيتعتبر رفيق وحارس شخصي ومؤنس. واصلا فوق من هاد الشيء اللحم ديالو الا كان في الزنقه بحال كيف ما لقى بالنسنس، وغالبا اللي ما دارش واحد اللقاحات في الاكل ديالو كيتعتبر مخاطره كبيره. فعلى سبيل المثال منظمه الصحه العالميه دائما كتحذر على ان التجاره في لحوم الكلاب كتساهم بشكل كبير في انتشار داء الكلب القاتل، لان داك الفيروس كيقدر يتنقل من اللحم ديال الكلب، بالاخص داك اللي ما طايفش مزيان يقدر يتنقل للانسان. وإلا بغيتو تعرفوا بالضبط اشنو كتعني داء الكلب نشوفوا كاملين هذا الفيديو. شو الحاله المحزنه اللي وصل لها هذا السيد مسكين؟ ديفلوبا واحد من الاعراض ديال لاغاج اللي هو ليدغوفوبي، يعني كيخاف من الماء. مع الاسف الواحد الا وصل لهاد الحاله هذه راه ما كاينش الحل والنهايه باينه. هادشي علاش السعار او لاغاج كتعتبر من اخطر الامراض، يعني لابد من الوقايه. الشخص اللي نشوفه هذا مصاب بداء الكلب واللي هو عباره عن فيروس يصيب الاعصاب، وفي المراحل النهائيه منه يسبب اعراض فوبيا وخوف من الماء، ويكون المريض غير قادر على شرب الماء ويخاف منها مثل ما شفنا. اخوان ردوا البال، علاش كنقول لكم الا قمصكم شي قط ولا شي كلب ديال الزنقه لابد ما نديروا فاكسان ديال لاغاج او ديال السعار. قال لك على انه يمكن الفيروس داء الكلب كيف ما قلنا ينتقل عبر تناول اللحم ديال الكلب. ورد معايا البال، انا عارف باللي كاين ناس غيقولوا لك كاين بعض الانواع ديال الفيروسات كينتقلوا عن طريق الدم، ولكن كاين ناس كتكون عندهم امراض في اللثه، تيكونوا مجروحين اولا عندهم مشاكل في الفم اولا في الحنجره اولا نزيف، وهذا الشيء اللي كيخليه ممكن على انه ينتقل لك انت الفيروس بلا ما نهضروا على الى عضك هو نيت. فلا ما درتيش اللازم ومشيتي لاقرب مستشفى ودقوا ليك المضادات في المصير ديالك اكيد هو الموت. داكشي علاش كيتعتبر اللحم ديال الكلاب خطير بزاف على صحة الانسان وما تقربش ليه انت اصلا. من اجل المشاهدات يضحي بكلب يوم العيد. بهذا التساؤل انفجرت التعليقات على مواقع التواصل بعد الفيديو الصادم الذي نشره اليوتيوبر المعروف بلقب بنسنس، والذي ظهر فيه متحدثا ومطبقا ذبح كلب يوم عيد الأضحى بدعوى غلاء أسعار الأكباش. وتصاعدت الدعوات إلى فتح تحقيق في الواقعة مع مطالبات بتطبيق القانون، إلى جانب دعوات أخرى للتبليغ عن حساباته وإغلاق قنواته بسبب ما وصفه متابعون بالمحتوى المستفز والخطير. كل واحد خاصو يحترم الدين ديالو ويحترم المجتمع اللي هو عايش ومنخرط فيه، ويحترم بالأخص العقول ديال المشاهدين اللي كيتفرجوا فيه، ويحترم البيئة اللي هو عايش فيها والحيوانات اللي عايشين معاه تما، واهم حاجه يحترم راسو باش يحافظ على كرامته. وفي الاخير العبره اللي كان خاصها تعطى العيد الا كان غالي بصح كيف ما داز هاد العام داز غالي فعلا، خليه ودير بالناقص. اش غادي يوقع كاع؟ ماشي تمشي تجيب واحد الكلب ودير واحد الجريمه اخلاقيه في حق الكلب وفي حق المجتمع اللي عايش معاك. والله يدير ليه شي تاول ديال الخير.